السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أخواتي تكونوا بخير وعلى خير وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله نتوما والعائلة ديالكم وكل المعزة لكم. اليوم فيديو جديد ونهار جديد. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتكملوا حتى الأخير. إذا كنتي أول مرة تشوفي أختي هذه القناة وعجبتك فما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد وكل مفيد. غادي نشارك معكم البنات فرماج اولا جبن ديال الدهن طبيعي 100%. هو هذا اللي كتشوفوا قدامكم، غيعجبكم ان شاء الله. بديل الفرماج اللي كنا كنسحاب لنا فرماج هو ما فرماج ما والو. وغادي نشارك معكم البنات بزاف ديال التحضيرات، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. وغادي نشارك معكم البنات كاشير حتى هو منزلي، ما فيه حتى شي اضافات اللي ماشي هي هذيك، كل شيء طبيعي. غادي نشارك معكم بعض التحضيرات ديالي، خليكم معايا حتى لنهايه الفيديو. قبل ما ندوزو الفيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل صلاه واتم التسليم. اللهم ارحم والدي وارحم جميع اموات المسلمين واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. كيف ما كتشوفوا صحاباتي، فغادي نبدا لكم بالجبن الطبيعي المنزلي اللي غادي يعجبكم بزاف بزاف وغادي يعجب وليداتكم. فانا هنايا في هذا الكاسرول درت نص سيطرو ديال الحليب. المهم غادي تشوفوا الكميه اللي عطاتني نص سيطرو ديال الحليب، ولا بغيتو ديروا اكثر ديروا اكثر. المهم هنا هذا الحليب فحليب ديال البقر، يعني ماشي حليب ديال الباكيه ولا، فهذا ديال البقر اللي كنشريو بالعبار. خديت نص سيطرو وخليته يعني هكا فوق البوطه حتى بدا تيطلع، عاد زدت عليه نص سيطرو ديال اللبن. صافي البنات، وغادي نغطيو عليه كيف ما كتشوفوا. هاد العمليه هذه راه درتها بالليل باش يكون عندي الجبن موجود حتى الصباح، ونشارك معكم الحريشه ديال السميده البيضاء ونوريكم القوام ديالو. هنا ملي كنضيفوا ليها البنات اللبن ف يعني راه تيتقطع تيخسر هذاك الحليب، ما تيبقاش يعني تيولي الماء بوحديتو وداك الجبن تيتعزل بوحديتو. صافي البنات كنخليوه كنغطيو عليه ما نصفيوش دابا. فانا كنت ندير واحد الخطا شحال هادي وكان ما تيعطيني والو، كيعطيني داكشي قليل وما كيعجبنيش، كنت كنصفيه في البلاصه. ولكن الصراحه واحد الصديقه ديالي قالت لي تبدا تخليه 10 دقائق حتى كيتجمع هذاك الجبن، عادك نصفيوه. صافي هنايا كيف ما كتشوف خليته نغطي واحد 10 دقائق حتى تعزل الماء بوحديتو وداك الجبن بوحديتو. وهنايا راه درت هذا ديال الفاصمه اللي كندير السمن. واخا الصراحه عنده العوينات واسعين، نحاولوا اننا نبقاو نكبو غير بشويه باش ما يدوزش لتحت، ولكن الا كانت شي صفايه رقيقه من الاحسن. المهم هاد نص سيطرو ديال الحليب ونص سيطرو ديال اللبن، فراه هذه هي الكميه اللي عطاتني كيف ما كتشوفوا. فراه كنت يعني كنكب في ديك الزويف ودايره الصفايه لتحت، ولكن حيت شاده التليفون بيد وكنكب بيد ف ما صلحش ليا، حطيت هكا التليفون حتى ساليت وعادك وريتكم القيطه. بالنسبه لذاك الماء ما ترميوش، راه مزيان انكم تعجنوا به العجينه، تعجنوا به البريوش، فراه كيساعد على الاختمار. المهم داك المصل ديال الحليب واللبن فراه كيجيب البريوش من اروع ما يكون. صافي هنا كيف ما كتشوفوا راه صفيت في داك الشاش اولا في داك الفاصمه. من بعد خديت داك الجبن درتو هنايا البنات في الهاشوار. ممكن انكم يعني تستهلكوه بحال هكاك، ولكن هو ما كيكونش رطيطف يعني صالح للدهن، كيكون شويه قاصح. منين كنديروه في الهاشوار فكيولي صالح للدهن. كل ما بغيتوه يجيكم هكا خفيف ويعني صالح للدهن، فكتضيفوا شويه من داك الماء، داك المصل ديال اللبن اولا ديال الحليب، زائد ضفت واحد شويه ديال الملحه، غير شويه وصافي ما تكثروش. هنايا فدوزته في داك الهاشوار مزيان ودرتو في هذه البواطه. هنا كنوريكم القوام. صافي وغادي نسد عليه وغادي نخليه حتى الصباح، يعني ملي كتحطوه في الثلاجه راه كيزيد يعقد.
هنا راه كنوريكم القوام، ولكن راه منين كيجلس حتى الصباح راه تيولي من اروع ما يكون. ديروا فيه شويه المليحه باش يجيكم هكايا، يعني حيت هو كيكون المذاق ديالو ما فيه حتى شي مذاق، ولكن ملي كديروا ليه الملحه يعني كيعطي واحد المذاق شبيه بداك الفرماج اللي كنا مولفين كنشريو، حيت دافعين ليه الملوحه زائد الكيماويات، فكتيجينا بنين. هنا البنات فهذا الصباح، صباح الخير وصباح الربح. غادي نشارك معكم واحد الحريشه ديال السميده البيضاء. هنايا عندي 300 غرام، بالنسبه للمقيله اللي عندي انا فكندير لها 300 غرام. درت شويه ديال الملحه، شويه ديال الخميره ديال الخبز، وشويه ديال السكر مع الزيت والخميره ديال الحلوه. كندير غير شويه من الحاجه، وكنبسبس هاد المكونات مزيان مع هاد السميده البيضاء، وكنخلط غير بالماء بارد، يعني ما كندير لا ماء دافي لا حتى شي حاجه، غير الماء ديال الروبيني. يعني حتى كنجريها فحال هكايا كيف ما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالها، راه هي جاريه. بين ما كنجيب ديك المقله كندهنها وكندير لها السميده البيضاء نيت، فراه تكون عندنا ديك الحريشه راه شربات صافي. وكندوز كندورها هكايا بداك الاناء باش تجمع ليا داك الجناب كاملين اللي فيهم العجينه ديال الحريشه، وصافي. وكنسرحها بهذا الشكل هذا. انا راه كنديرها رقيقه. وبالنسبه لهاد السميده هذه البيضاء راه هي يعني كتنفخ، واخا ديروها رقيقه راه غتنفخ. غير حاولوا ما تغلظوهاش، الا غلظتوها غتجي غليظه اكثر. المهم انا كتعجبني الحريشه تكون رقيقه، الا كتعجبكم غليظه صافي غلظوها ماشي مشكل. كندخلوها الفران. المهم كنسرحها، كنرش عليها عاود السميده البيضاء، وكيكون الفران سخون كنزلها. تكون العافيه من التحت حتى كتحمر مزيان، وكنهبطها لتحت كتحمر عاود من الفوق، وصافي. وكتكون واجده على هذا الشكل هذا، سهله اقتصاديه. ارخص حرشه ممكن انك ديريها، تساعدك على الاقتصاد. الا ما عرفتي منين تبداي الاقتصاد، بداي غير من كوزينتك. اي حاجه فكرتي انك تشريها حاولي انك ديريها في الدار. راه اي حاجه نقدروا نصايبوها في الدار. ملي كنكونوا مولفين ان اي حاجه كنجيبوها من الزنقه، الكوتيات، اي حاجه نقدروا نجيبوها من الزنقه، فكيصعب علينا اننا يعني نفكروا ان نصايبوا في الدار. ولكن ملي كتصايبي الحاجه في الدار وكتولفي شي حاجه ديال الدار، راه داكشي ديال الزنقه كيجيك كي والو، كيجيك ما بنين ما حتى حاجه، وكيجي غير الضياع ديال الفلوس. غير انت خصك تولفي، تحيدي العكز وتولفي، وداك الفلوس اللي غادي تخسريهم في الماكله ديال الزنقه اللي ما نقيه ما عرفتيش الظروف ديالها كيفاش دايره، غادي توفريهم ان شاء الله لحوايج اخرين. وهنا البنات فغادي نحل لكم الحريشه، تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. راه كتجي من اروع ما يكون البنات. غير البنات اللي ما كيزعموش هكا على السميده البيضاء زعموا عليها، فهي راه رخيصه وكتساعد هكايا بزاف على الاقتصاد، يعني احسن من الصفراء. المهم الصفراء هي راه زوينه، ولكن عاود هذه احسن حيت ناقصه في الثمن. هنا البنات فهذا هو الجبن اللي حضرت بالليل، يعني حتى لاخر لحظه، حتى بغيت نعس عادك مشيت قديته حطيته في الثلاجه. تيجي كريمي البنات، صالح للدهن، والمذاق ديالو من اروع ما يكون. كنت صراحه واحله مع مجد، فما بغى لي حتى شي جبن. جبت له داك السطيله الزرقاء ما عجباتوش، جبت له داك السطيله الخضراء ما عجباتوش، ولكن هذا البنات فحماق عليه وقال لي تبقاي ديري لنا دائما. وانا البنات صافي غادي نضرب على داك السطيله حتى هي، حيت ملي دوزتها يعني درت سكانيتها في ديك لابليكاسيون اللي عندي، فصراحه ما عطاتنيش وما تعرفتش على المكونات ديالها. داكشي علاش غنولي نقاد الجبن في داري عارفه شنو فيه، ما فيه حتى شي اضافات. غادي نبقى نقاد كل سيمانه، نقاد شويه حتى يكمل الشهر. هذا هو اللي كنوريكم دابا، راه هو ديال داك السطيله. والله العظيم البنات يعني ما نحتاجش انني نحلف لكم الى هذا اللي قديت احسن من ديال داك السطيله، لا في المذاق لا في كل شيء. المهم البنات احنا هربنا لديك السطيله باش زعما نمشيو لشي حاجه اللي طبيعيه، ولكن ما بقينا عارفين الطبيعي من ماشي طبيعي. اللهم تقدي داكشي في دارك. الا قديتي في دارك وقلتي راه طبيعي، فراك كوني متاكده انه طبيعي.
ما بقاش بنادم يكذب علينا ويقول لك لا هذه راه طبيعيه ولا مش طبيعيه، ما بقات حتى شي حاجه طبيعيه. خذي الحليب وخذي اللبن، وتقدري ديريه غير بالحليب، غير هو اللبن تيساعد شويه، تيزيد يكثر لك شويه القضيه، وكيتقام عليك شويه رخص، حيت اللبن ارخص من الحليب، وكيعطيك حتى واحد النسيمه ديال الحموضيه. ماشي كيجيك ما فيه لا حموضيه لا حتى شي حاجه. الا بغيتي ديريه بالحليب ديريه، ولا بغيتي ديريه حتى باللبن ديريه. راه حنايا يعني كنعقل واحد الايام كنت نمشي لعند عمي الله يرحمه ويوسع عليه في العروبيه، فكانوا كيديروه ملي كيكون اللبن كتير هكايا في الصيف، كانوا كياخذوا اللبن وكيديروا ليه يعني كيطيبوه، وكانوا كيصفيوه هكا واحد الزويف، وكيخرج لنا واحد الحاجه سميتها الكليله. غير هي كتكون ناشفه، كون دوزناها في الهشوار ودرنا لها شويه من داك المصل غتجي بحال هكايا، يعني جبن. المهم الغديوه ديالنا راني شاركتها معكم. درنا التقليه مع شليضه شويه ديال الرمان والخبز ديال الدار. الحمد لله كلشي كنقادو في الدار الا بغيتي توفري. وهنا البنات غادي ندوز نشارك معكم كاشير منزلي. هاد الكاشير البنات طلبوه ليا العام اللي فات بزاف ديال البنات، وما استطعتش انني نشاركو معكم. كل مره كنقول لكم غنشاركو معكم وما كتبش. اليوم عاد غادي نشاركو معكم. المهم البنات في ديك الطحانه فدرت 3 ديال المعالق ديال الروز الابيض، ودرت 3 المعالق ديال العدس الاحمر. هاد المكونات هادو بالنسبه للعدس فراه غادي يعطينا اللون، وبالنسبه للروز فغادي يجمع لنا القوام ديال هاد الكاشير. هنا البنات فالا بغيتو ديروا بودان واحد ديروا غير نص الكميه. انا درت نص كيلو ديال الصدر ديال الدجاج، يعني كل بودان تقدروا ديروا فيه غير 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج. المهم انا نعطيكم المقادير ديال نص ديال بودان واحد. غديروا 3 المعالق خليط ما بين الروز مع العدس الاحمر مطحونين. غادي ديروا 250 غرام ديال الصدر، وغادي ديروا 2 بيضات، وغادي نديروا التوابل. هنايا راه درت الثومه، غديروا واحد الفص ديال الثوم. الا بغيتو ديروا الثوم بودره ديروه، الا كان عندكم ثوم بودره يعني محضر في الدار، راه ما بقاتش الثقه حضروا كلشي في داركم. هنايا عندي القزبر يابس ديروا معلقه صغيره. عندي الملحه، الابزار والتحميره. التحميره راه شويه كثيره. والسودانيه كتبقى اختياريه، راه ما كتجيش حاره، غير كتعطي واحد البنه وصافي. بالنسبه للزيت الا كاينه زيت العود ديروا زيت العود. انا عندي غير الزيت العاديه فدرت 4 المعالق. ديروا الا درتو غير بودان واحد ديروا 2 معالق صافي. كنميكسيو هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان. بالنسبه للروز فاي نوع ديال الروز عندكم ديروه، كاين كلاصي ديروه، كاين داك ديال الحليب ديروه، اللي كاين ديروه. غير الروز مع ديك العدس فطحنوهم مزيان. بالنسبه للاخوات اللي وليداتهم ما كيبغيوش العدس فهذه هي المناسبه انهم يستافدوا من العدس. وهذا العدس الاحمرات يقولوا عليه بانه صحي. المهم كندوزوا هذا الشيء مزيان في الروبو حتى يطحن مزيان كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي ندوزو نشكلوه. بالنسبه لي انا راه كنت نزيد فيها البنات واحد الفرماجه في 4 كيلو ديال الدجاج اولا ديال الصدر ديال الدجاج. 250 غرام ديال الصدر ديال الدجاج كنت ندير واحد الفرماجه. بما ان دابا الفرماج ما بقاش يعني فيه الثقه، فراه ما درت انا لا فرماج لا والو. مولفه البنات كندير السلوفان كيساعد بزاف على ان يجيك البودان فحال الكاشير ديال الزنقه، ولكن مؤخرا سمعت عليه حتى هو شي هضره فداك الشيء علاش غادي ندير ديريكت في هذا الورق ديال الطهي. ما حد تا هو باقي ما قالوا عليه حتى شي حاجه. نهار يقولوا عليه شي حاجه غادي نحيدوه حتى هو ونرجعوا نعيشوا كيف ما عاشوا والدينا، حياه بدائيه، حياه اللي سهله ما فيهاش قوه الكماليات اللي حنا رديناهم اساسيات. فعلا البنات راه انا ملي كاين السلوفان، ولكن راه ما قدرتش نخدم بلا بيه، ولكن قلت والله تنجرب هكا مع البنات بدون سلوفان. الصراحه راه جا الشكل ديالو زوين، غير شويه من الجناب اللي ما جا الشكل ديالو زعما مزيان، اما هو راه مخير
صافي وكنعاودوه في داك البابي الومنيوم. المهم ضروري البنات ديروا هاد البابي كويسون هو الاول، عادك ديروا بابي الومنيوم. بغيتو ديروا السلوفان وما خفتوش منه واخا سمعتوا عليه، المهم راه تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي هضروا عليه، فلكم الاختيار. المهم داك السلوفان انا كان تيساعدني بزاف. المهم درت واحد البودان البنات فيه الزيتون من الداخل، وهذا غنديرو بلا زيتون. بغيتو ديروا الزيتون ديروه، ما بغيتوش ديروه ما ديروش. المهم البنات هاد الكاشير غينفعكم هكايا للعشاء، غينفعكم على حسب الوليدات هكا الساندويتشات. المهم راه هو زعما مخير، وكيف ما شفتوا ما فيهش شي اضافات اللي ماشي هي هذيك، ما فيه لا ملونات لا حتى شي حاجه. وغادي تشوفوا اللون ديالو راه جا اللون مخير. غير حاولوا انكم داك الروز والعدس فطحنوهم مزيان صافي البنات. وملي كنوجدوا داك البودانات ديالنا كنجيبوا الكسكاس فحال هكا وكننزلوهم يتبخروا 45 دقيقه كيكونوا واجدين. نخليهم حتى يبردوا عاد نقطعوهم. وهادو تحضيرات من التحضيرات اللي كنت يعني قديت في العشيه. درت هكا مليويات اللي غادي يبقى ينفعوني للفطور هكا واحد 3 المرات ولا 2 ديال المرات. المهم كيكون عندك هكا مليويات في الكونجيلاتور حتى الا جاوك ضيفان بعدا ما كتوحليش تمشي تجاري للزنقه. او لا الا بغيتي هكايا شي نهار تكوني عكزانه ما فيك ما دير الكوتي فكيكون عندك كلشي في الكونجيلاتور. صافي البنات هادشي اللي كاين. ودرت الكاب كيك. المهم ما شاركتهمش معكم، بالنسبه للملاوي راه مشاركهم معكم مرارا وتكرارا في القناه. الكاب كيك حتى هما راه مشاركهم معكم بزاف ديال المرات وبزاف ديال يعني ديال المكونات يعني مختلفه. وهذا هو الكاشير ديالنا البنات كيف ما كتشوفوا. هذا اللي فيه الزيتون فراه كنت نقطع هكايا القيطه اللي كنت نقطع فيها فما تصورت لياش، كان التليفون عمر وما تصوراتش. المهم غادي نوريكم هذا اللي ما فيهش لا زيتون لا والو. صراحه كيجي زوين البنات بنين. غيديروا الملحه كفايه باش ما يجيش مسوس ولا يجي مالح. والعطريه راه نتوما تحكموا في العطريه ديالكم كيف ما بغيتوا. المهم انا راه ما درتش اضافات ولا درت هكايا شي عطريه اللي مختلفه، درت العطريه العاديه اللي معروفه واللي كنطحنوها على يدينا. حتى دوك العطريات هذه ديال الشاورما هذه ديال الحوت ما كتعرفيش شنو فيهم كاع. صافي هذا هو الكاشير البنات راه كيجي زوين مخير. والاهم في هادشي هو انك عارفه شنو غتعطي لوليداتك، عارفه شنو غتوكليهم، غادي تكوني مهنيه. واكيد حتى جيبك حتى هو غادي يكون مهني. غادي توجدي كلشي في دارك واحد العشيه كل مره وجدي شي حاجه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون كان خفيف ظريف على قلوبكم. ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.